مرحبا بكم في قناة لنكتشف الطبيعة. واش عمرك تخيلتي ان عشبة بسيطة كتنبت في الارض ممكن تعاون في التخفيف من بزاف ديال المشاكل الصحية؟ اليوم غادي نكتشفوا اولا غنكشف لكم السر ديال واحد العشبة قديمة في التداوي الطبيعي سميتها المروت. كاين اللي كيقول لها المريوة على حسب اللهجة ديال كل منطقة، واللي كيعرفها قليل. وهي كتنبت غير في الخلا كيف ما كتشوفوا معايا دابا انا هنايا، هي نبته غير من عند الله، ما زرعتها ما والو، ولكن الفوائد ديالها غادي تفاجئك وغادي تصدمك. خليك معايا حتى الاخير. المريوة هي عشبة طبيعية كتنبت في المناطق الجبلية والبرية، وكتعرف بالطعم ديالها المر والرائحة ديالها القوية. كتستعمل من زمان في التداوي بالأعشاب، خصوصا في المشاكل ديال التنفس والهضم، وكتعرف علميا باسم ماريبيوم فولغار. وهي عشبة فيها مواد طبيعية مفيدة للصحة، ولكن خاصنا نستعملوها باعتدال. عندها العديد من الفوائد العلاجية كأمراض الجهاز التنفسي، الكحة، الزكام، التهاب الحلق والربو، كتعاون في التخفيف ديالو. أيضا كتساعد على تنظيف الصدر وتسهيل التنفس. مشاكل الجهاز الهضمي، عسر الهضم وانتفاخ البطن، الغازات وفقدان الشهية، وكتعاون المعدة تخدم مزيان. الالتهابات، هي مزيانة الالتهابات، خفيفة في الجسم، التهاب الحلق، وفيها خصائص مضادة للالتهاب. تقوية المناعة، كتعاون الجسم يقاوم الأمراض، ومفيدة فترة البرد. الدورة الدموية، ممكن تعاون في تنشيط الدورة الدموية، كتخلي الجسم أكثر نشاط. الناس اللي كيحسوا بالتوتر، هي كتساعد على الاسترخاء وممكن تنقص شوية من القلق. أيضا عندها استعمالات تقليدية أخرى، بحيث أنها كانت كتستعمل دائما في التداوي الشعبي كتخفيف آلام خفيفة وتنقية الجسم بحال الديتوكس. ولكن رغم أن هذه الفوائد خاصنا نكونوا حذرين، المروت ماشي علاج نهائي وما خاصناش نكثروا منها. بالنسبة للطريقة الصحيحة للاستعمال، أول حاجة كنغليو الماء ومن بعد كنضيفوا بعض الورقات من المروت وكنخليوها تنقع. المقدار المناسب هي ملعقة صغيرة وحدة من المروت وكأس مغلى تقريبا تكون فيه شي 250 مليلتر، كنخليوها 5 حتى 10 دقائق، وممكن نستعملوها كشرب، وممكن نزيدوا عليها شويه ديال العسل لان المذاق ديالها مر. عدد المرات ما نفوتوش مره واحده في اليوم من الاحسن، وما نفوتوش 7 ايام او السيمانه، يعني ما تداومش عليها، لان رغم انها مزيانه وعندها فوائد الا ورأنا في نفس الوقت اي حاجه زادت على حدها كتنقلب ضدها. وهاد التحذيرات ضروري نقولوهم، وهي ما كتصلحش للمرأة الحامل، ما كتصلحش للأطفال الصغار بزاف، ما كتخلطهاش مع الأدوية بلا استشارة، والإفراط منها ممكن يضر. في الزمان كانوا كيستعملوا المروت كيعصروها للوليدات الصغار في النيف غير باش تحبس عليهم السوائل اللي كتخرج من الأنف. أيضا المنقوع ديالها في إناء فيه الماء وتغطس فيه الرجلين، مزيانة الإكزيما أو الفطريات ديال اللي كتكون في الرجلين. أيضا مزيانة للناس اللي عندهم البرد، سيرتو النساء النافسات اللي كيكون عندهم البرد للراس، يعني يديروها بحال الشكل ديال الحنة ويخليوها في الرأس، راه كتجبد هذيك السخونية
اللي كتكون في الراس او البرد اللي كيكون بجوج بهم. مزيانه ايضا النساء اللي كتعاني من الدوره الشهريه، كذلك جيده وممتازه للناس اللي عندهم الغده الدرقيه انهم يبقاو يغرغروا بها، يديروها على شكل غرغره. وفي الاخير شفنا مع بعضنا بعض الفوائد ديال عشبة المروت اللي رغم البساطه ديالها عندها استعمالات مهمه في التداوي الطبيعي، ولكن ديما خاصنا نستعملوها بالعقل وما نفرطوش فيها، حيت الصحه اهم حاجه. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك واشتراك في القناه، نكتشفوا الطبيعه ونفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي في التعاليق شنو العشبه اللي بغيتيو نهضروا عليها في الفيديو الماجي ان شاء الله. الى اللقاء.